النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان لقب بذو النورين لأنه اتجوز بنتين من بنات النبي. اتجوز السيدة أم كلثوم واتجوز السيدة رقية. تمام. عثمان بن عفان كان من العشر المبشرين بالجنة. ليه كان من العشر المبشرين بالجنة؟ المكانة دي مش سهلة إن الواحد بياخدها من فراغ. لا، الناس دي كانت بتعمل حاجات كتير جدا تستاهل ان هي تاخد كده اللقب ده وتحصل على المنزلة دي عند ربنا وعند النبي. عثمان بن عفان كان في المدينة كان الأكل مفيش خالص، والناس كانت كلها جعانة جدا ومفيش أي أكل خالص. عمل إيه في الوقت ده؟ كان عثمان بن عفان كان جايله قافلة من الشام، كانت فيها 1000 جمل محمل عليه سمنة وزيت ودقيق. في الوقت ده ما كانش فيه أكل خالص. جت القافلة والناس بقى واقفين مستنيين قافلة عثمان بن عفان. فطبعًا زي ما إحنا عارفين إن ما فيش أكل ما فيش حاجة، التجار أو الناس بتستغل الموقف عشان تغلّي السعر، والناس بتبقى مضطرة إنها تشتري لإن ما فيش أكل. فجه بقى استنوا التجار لمّا الناس ما دخّلت التجارة البضاعة اللي جاية والقافلة دخّلوها في بيت عثمان، فاستنوا وراحوا بعد كده رايحين لعثمان بن عفان طلبوا منه إن هم يشتروا منه القافلة. يشتروا منه قصاد كل درهم درهمين في تمن القافلة. فعثمان بن عفان قال لهم: طب عرض عليا أكتر. فراح قالوا له إيه؟ طب نشتري منك الدرهم ب3 دراهم. قال لهم: عرض عليا أكتر. قالوا له: نشتري منك ب4 دراهم. قال لهم: عرض عليا أكتر. راح قايلين له ب5 دراهم. قال لهم: عرض عليا أكتر. فالتجار استغربوا قوي: مين اللي عرض عليك؟ احنا التجار واحنا اللي بنقول لك، ومحدش أصلا طلب منك إن أنت إيه تقول تيجي يشتري منك حاجة غيرنا، احنا بس اللي طلبنا واحنا اللي قلنا. قال لهم ايه: ربنا عرض عليا الحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. حد فيكم يقدر يزود عن ال10 أضعاف؟ قالوا له: لا، مش هنقدر نزود عن ال10 أضعاف. قال لهم: بس أنا هطلعها لله. وفعلا قال إن هو يشهد إن البضاعة دي كلها هتطلع لله. وعمل إيه بقى؟ فرق على الناس كلها في المدينة البضاعة دي مش ليهم لوحدهم، مش الشخص اللي واقف. يعني لو حد بيفرق بيدي اللي واقف ملوش دعوة بأهله، لا ده فرق عليهم هما وأهلهم كلهم، وما خلاش واحد مسكين ولا فقير يبات جعان في المدينة، اداهم للناس كلها. تمام. موقف تاني كان في المدينة، كان في راجل يهودي عنده بئر اسمه بئر روما. كان المسلمين بيشتروا منه المية، يعني إيه، بالقطارة كده، بخيل جدًا. فكان عثمان بن عفان طلب من اليهودي إنه يشتري منه البئر ده، فاليهودي رفض، قال له: لأ أنا مش هابيعه، بس شاركني فيه. لإن معروف عن عثمان بن عفان إن هو كان شاطر جدًا في التجارة. فراح قال له: ماشي. اليهودي متخيل إن هو فلوسه هتزداد وهتزدهر بقى لإن معايا عثمان بن عفان وده شاطر في التجارة. فإيه اللي حصل بقى؟ عثمان بن عفان قسّموا المَيّة هو واليهودي، إن مثلًا أنت النهارده مثلًا السبت وأنا الحد، أنت يوم وأنا يوم. كانوا شغالين كده. فكان في اليوم بتاع عثمان كان بيعمل إيه؟ كان يخلّي المَيّة للناس كلّها تسقي تاخد مَيّتها كلّها ببلاش، من غير ما يدفعوا ولا مليم، كان عاملها سبيل لله. فجه الراجل اليهودي تاني يوم ما يلاقيش الناس عايزة مَيّة. طب في إيه؟ قعد يسأل، عرف إن سيدنا عثمان بيدّي الناس للمَيّة ببلاش، فلقى إن هو البير مش مستفيد منه حاجة، والناس بتاخد كده المَيّة ببلاش. فقال لسيدنا عثمان، قال له: اشتري مني النُص التاني من البير. فسيدنا عثمان بالرغم إن الراجل مضطر إن هو يبيعه لإن ما حدش هيشتري منه مَيّة، ما بخسّ تمنه، ادّاه له بسعر حلو جدًا وبسعر عادي جدًا غالي وما فيش أي مشكلة. وبعد كده عمل إيه؟ جاله واحد قال له: أنا عايز أشتري منك البير ده وهادّيك ضعف تمنه. فسيدنا عثمان قال له: عرض عليَّ أكثر. فضل الراجل يزوّد لحد 3 أضعافه، وبرضه سيدنا عثمان يقول له: عُرض عليَّ أكثر. قال له: مين اللي عرض عليك؟ أنا ما حدش عرض عليك غيري وأنا اللي عايز أشتريه. قال له: ربنا قال لي إن الحسنة ب10 أمثالها.